أقطع حياتي بخيطة. داير يزوجك محمد جاكيت ولا يونس؟ يونس محمد الحسن. يا حبيبي الرضا لو ما كده أيام عمرنا نعيش جنة مبينة. أنا يونس ده تعبت معاه تعب ما يعلم به الله. غسل مكوي ولا كسرتي ولا أمتي؟ هو بيحبك اكتر ولا انت بتحبيه اكتر؟ هو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج المطب. ضيوفنا لليوم اجمل عرسان في سنه 2023، العريس يونس والعروس بخيتة، ومعانا ابو حميد ابو النسب نسيب يونس. ده نسيبك صح؟ أيوه. حابب بخيطة ولا كلام ساي؟ أنا هاي والله أنا بحب بخيطة. قدر شنو؟ وري الناس دي كلها انت بتحبها قدر شنو عشان بعدين ما يكون في جرجرة. والله أنا أقول لك حاجة. قول حاجتك بس. أنا طبعا أنا بحياتي بحب بخيطة، بحب هذه، بحب أبوي وهذه حددي. أكتر زول بتحبه منه؟ أقطع حياتي بخيطة. عسل عديد. وأنا أفكر لكم نوصل رب الحديكم وأنا الناس عني أطفال 6 وأنا صار رب الحديكم بحب أختي سلمى. أختكم سلمى ليه التحية؟ أختكم سلمى دي وصلت هي بخيطة. أنا بخيطة. بخيطة عين الحب الحقيقي ده. أنا أصلي أنا ما أقدر أقول لكم لا. أنا أصلي أنا بحب وصلتني سنة أختي لا. بخيطة. كم أختي كمان؟ بخيتة محددهم القضارف. من القضارف. تحية لعنا كلهم في القضارف. أيوه. لقوا الناس معدة عني وصلتني سنة أختي في بخيطة في قضارف الغرية. الغرية هاي. أيوه. وأنا أشكر أبوي، بحب أبوي، بحب أخواتي، وبلدين قاعد أصلا. انت يا بخيتة بتحبي قدر شنو؟ ها؟ أنت بخيطة من وين؟ أنا من القدارف. من القضارف. وين في القضارف؟ حلتكم اسمها شنو؟ لدنا الطين. عد الطين. ليه التحية عد الطين؟ بتحبي يونس قدر شنو؟ بحبه ولا يحبه. ها؟ قدر شنو يعني كده؟ انت هو بيحبك اكتر ولا انت بتحبيه اكتر؟ هو. هو بيحبك اكتر؟ أنت حاسس لو أنا جبت لك عريس ما شاء الله عسل زي اللي أجانك ده عريس زي مقرش محمد جاي اللي عرفيه؟ تعرف ده محمد جاكيت؟ أنا واحد 10. داير يزوجك محمد جاكيت ولا يونس؟ يونس محمد الحسن. داير محمد الحسن بس؟ وبتحب منه أكتر؟ يونس. بتريد يونس وبتحب يونس. أنت يونس ها كيف؟ أنا هاي أنت ما عرفتنا اسمك يونس منه؟ أنا طبعا اسمي يونس حسن حمسيد من الباقة العمار. من الباو والعمارة. اليوم التحية ناس الباو والعمارة. وتقول من التحية هذه من الباقة. وأصدقكم أديكم عافية. اتعرفتوا كيف على بعض؟ على بخيتة كيف؟ أنا أخوي حبيبي وصل لبخيتة في القطارف. وأنا قبل حياة أمي الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. والله أنا أشكركم معنا دعمني. وأنا أمي الله يرحمها من كان يونس تخدروني خارجة فانوس. أيوه. حملوا بأمي. حبيبي بأمك؟ أي حملوا خارجة فانوس خارجة نورة. خالد نسيبه. نسيبه. أيوه. وأنا خدروني حملوا بأمي. قال الحمد لله إن يقولوا إن خدوا حل حال السنة. والحمد لله وصلت لبخيتة في قطار. وصلك ليه منه؟ سلام أختي. سلمى أختك. أيوة. تمام. أنت يا بخيتة لما شفت يونس في التليفون أنا وريتك أنا كنت في الخرطوم هنا ووريتك صورة يونس ولا المايك. وشفت قلت شنو؟ قلت حابة يونس أنا أختي بنتهر الزول لا. قلت شنو؟ ما شاء الله عليه. بخيت اسف بتحنك معاه بالتليفون كنتي؟ ها؟ بتقول لي شنو؟ أي. زي شنو يعني من الحبكانيات؟
ولا وش يقول بحبك يعني ما بقول بحبك ولا بقول لك الاخبار شنو ثاني؟ يا عم بس حب بس هاي مع الاخبار دي بالقوي قالت لك حب. البيت اللي قالت لك الشاكلة قالت دي لك شنو؟ البيت قالت لك شنو؟ بيت الدواء دي البيت الداون دي شنو؟ قال شنو؟ البيت الدواء دي البيت الداون دي شنو؟ طبعا بنقول انا بنقول طبعا بس اللي صوت قالت لي هي انت يا داون كم بخيت عيط لي كده قالت لي انا قالت لي وبتتبع المنغولي ده كمان قالت لي اوعى تقول له منغولي قالت لي انت ذاتك منغوليه بخيت قالت لهم انا ما منغولي انتوا المناقله امش للسواق طوال السواق قام يضحك ويضحك السواق لما يعني بس المسافات بعيده يضحك في انه بخيت ردت للبيت. بخيدة انت بتعرف تطبخ شنو؟ بتعرف تطبخ شنو؟ أنا بشوف يعني اكل بتعرف تعمل شنو؟ أي زي شنو كده قول لنا عدي قول لنا أنا ما أعرف عدي قول لنا كده انا بعيد معاك ها؟ اها أنا بعيد أكيد زي شنو يعني الطباخه اللي بتطبخيها؟ أنا أقول ما أعرف أقول أنا اللي شنو بتاع بتطبخيه؟ كباب كباب تمام أسود اسود اثنين ثاني واحدة قلية تقليه عيمية نعميه بس كفايه بعد ده بيسحروك هاي كده غسل وبتكوي غسل بكوي ولا كسرتي ولمتي بس كسرت كل لقمتك بس نجيب في العمل كده تجي لقمتك بس بقول في بيتي خلاص زي الورد بس ها كده طاعم ضبطه قبل كده والله ضابط شفت قال لي ايوه انت عارف يا يونس لحد هناك العروس لشنو؟ ها لانه انا اتكلمت مع ام سلمى اختك قالت لي يا اخي الزول ده الشيخ وبيمشي المسجد صلواته كلها في المسجد نحن انك تقرا لنا قران جدا حافظ سوره شنو؟ وصلت خلاص الحمد لله اللي اخلاص وانت ذاتك انسان مخلص في حبك ايوه الحمد تقرا لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأدنى الصراط الذين أنعمت عليهم حسبك لما انتوا جايين قالوا في واحده شغلت يونس عملت لها شنو انت؟ في المطعم يا بخيته قالت لك شنو؟ ليه بحب والله بحب عيوني ليه؟ انتوا قلت لها شنو؟ وانت عندك وعجبتي الحاجات حقي انت براك هو سبب لي بس شايفك انت شايفك انت قاعد جنبه انت قلت لي لازم تقعدي جنبه هي قالت لك شنو؟ شايفك يعني انت ليه تقعد مع البنات وتخلي بخيده؟ خيدة بس بخيده بس أيوة قبل ما يحتفل بتحب منو من الفنانين بتسمع لمنو؟ والله بحب ود الدوة والدوبه ليه والتحيه من هنا والدوبه هاي بحب الدوة وبحب والزبة والتحيه برضه ولا التحيه؟ اي سعيد منو؟ سعيد الفاضل سعيد سعيد الله يرحمه دي التحية قول لي ود الدوة وبلا اي ود سعيد الفنانات الفنانات عربي هاي بخيده بتحب منو من الفنانات؟ بتحب عربي نفسكم شهر العسل وين؟ ها شهر العسل وين؟ شهر مين؟ شهر على النيل؟ انت شهر العسل ماشي وين يا يونس؟ ايوه انت نفسك شهر العسل يقولوا قلنا غطر عشان يقولوا شنو نزلت مطر انا عطر غطر ها بيشجع منو في الكوره؟ بيشجع منو في الكوره؟ هلال ولا مريخ ولا شنو؟ انا بشجع هلال مريخ مع بعض انت بخيته بتشجع شنو؟ هلال مريخ ولا مريخ ولا هلال بس ولا شنو؟ بس هلال هلال لو التحيه هلال طيب يا محمد كان في اجراءات عاملينها وفي منظمات عايزين تعملوا وفي افكار كبيره لذوي الاحتياجات الخاصه وداون هي الطاقه وليس الاعاقه انتوا عايزين توضحوا للناس حاجات كثيره عن طريق المنظمات عن طريق الاحتفالات عن طريق الحاجات اللي بتصل للناس بالساهل يعني كل اسره عندها متلازم داون بتوريها كيف تتعامل معه خطتكم شنو اللي قدام؟ خطتنا كلها عملنا لكل الجمعيات دمج او ميكس في انها تبقى جمعيه واحده اسمها يلا نتغير لانه ما في حاجه ثابته في الدنيا دي الا التغيير اي حاجه تكون متغيره ما عدا التغيير بيكون ثابت ودايرين نعمل جمعيه ونسجلها تكون اسمها جمعيه يلا نتغير لدعم كل الشرائح الداون الاساس اما باقي الشرائح الاخرى برضه حتكون معنا منها ان شاء الله وانا ما حاسع عن الموضوع ده لانه في ناس متخصصين في الحاجه دي حيجي
متخصص يحكي لكم على الحاجه دي. الاستاذ مصعب التوم. معنا الاستاذ مصعب التوم، هو متخصص في متلازم داون، وكل سنه عندهم احتفال وعندهم اجتماعات وعندهم حاجات مع الوزاره ومع الحكومه، تمام، ومع حتى مع اسر داون. فهو حيتكلم لنا بصوره عامه كده عن الوضع الحاصل وهم ناويين يعملوا شنو. تفضل يا استاذ مصعب. شكرا اول حاجه اخ منتصر، وشكرا لبرنامج المطب. في الحقيقه نحن ما متخصصين، نحن مبادرات شبابيه. يمكن لفت انتباهنا الشريحه بتاعت متلازمه داون كواحده من الشرائح الهشه المحتاجه للدعم. مجموعه بيست فريند لها التحيه. اول حاجه انا لكم التحيه جميعا والله، امثلهم ونيابه عنهم. هي مجموعه بتاع الشباب جميلين جدا جدا، اجتمعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر جروب بيست فريند. يمكن من 2016 نحن اهتمينا بشريحه متلازمه داون. بدينا نبدا بالتجربه بتاعت وعي، بدينا بالاسافير في السوشيال ميديا، الفيديوز غيره، انه نحن نعمل توعيه عموما عن طفل متلازمه داون. في بعض الخرافات، بعض الحاجات السالبه اللي هي عالقه في اذهان الاسر. قدرنا انه نحن نمحو بعض الحاجات دي عبر السوشيال ميديا. اول مصطلح يعني يمكن تطرقت له قبل، مصطلح منغولي. هو ما منغولي، هو طفل متلازمه داون او داون سندروم. ما بيختلف عننا، هو زياده بتاعت كروموزوم واحد. الانسان الطبيعي 46 وهو عنده كروموزوم واحد زياده 47. ال 47 دي خلته مختلف عننا وليس متخلف. عشان كده شعارنا متلازمه داون طاقه ليست اعاقه. نحن كنا سعيدين جدا جدا جدا. في طيله السنوات اللي فاتت نحن بنعمل يوم لاطفال متلازمه داون سنويا كل سنه. التجربه بتاعت بخيتة ويونس يمكن حظيت باهتمام كبير جدا جدا من كل السودانيين. يتقبلوا التجربه دي لانها هم قادرين على الاندماج في المجتمع، هم قادرين انهم يتعايشوا طبيعي، هم قادرين انهم يكونوا يتزوجوا، قادرين انهم ينجبوا. بعض الناس بيخطوا انهم هم متخلفين، انهم هم ما قادرين على العطاء. بالعكس ربنا هباهم بصفات جميله، ربنا اداهم صفات ما بتشبهنا تماما. عندهم الطيبه والقلب الابيض، الطيبه، النغاء، ما عندهم الخبث، ما عندهم اي حاجه من الحاجات بتاعت البشر. نحن الحلقه طويله والمفترض نخصص لها حلقه كامله. نحن يمكن متعاونين مع عدد من المراكز المتخصصه، تحيه لهم كلهم من غير ذكر اسماء. بنتعاون مع المراكز دي وبنجيب الاطفال ديل وبنثبت للمجتمع انهم هم طاقه ليست اعاقه عبر الحاجات اللي بيقدموها، عبر الحاجات اللي بيعملوها في المدارس اللي التاهيليه اللي هي بتعمل على تطوير الاطفال ديل وبتاهلهم لحد ما يصلوا مرحله معينه من الدمج في المجتمع. شفنا التجربه حقت السنه اللي فاتت انه في تحيه مركز السودان اللي عندهم اطفال من متلازمه داون وصلوا مرحله معينه واندمجوا واجتازوا الامتحان بتاع الشهاده السودانيه وجابوا نسبه 100% وحصل لهم تكريم. كثير من الاطفال عندهم نشاطات، عندهم حاجات جميله جدا جدا. بخيتة ويونس تجربه اتمنى رسالتنا تصل لكل السودانيين انهم ما يتنمروا في الاطفال دول، ما يقول لهم منغولي، ما يقول لهم متخلف، لانهم هم بخيتة بخت يونس. يعني تجربه جميله جدا جدا. اتمنى اي بتشوف البرنامج ده عندها طفل بتاع متلازمه داون تفتش تشوف اي انسانه من داون شبيه لها. والناس دي بالمناسبه يكونوا قريبين منكم، هم حيعطوكم جمال كبير جدا جدا. كمان تحيه لمحمد يوسف اللي كان هو يعني اخوهم، وتحيه لوالدهم، وتحيه لناس القضارف، وتحيه لناس عربره اللي كبدوا المشاغل وقاعدين للخرطوم في الخرطوم. كمان محمد يوسف هو عنده جمعيه نحن برضه حنقيف معاه وندعمه بما انه نحن عندنا خبره سنوات طويله في دعم شريحه متلازمه داون. ان شاء الله نحن حنقيف معاه في يلا مع بعض والناس تتوحد مع بعض. ان شاء الله تكون في تجربه بتاع الزواج جماعي لشريحه متلازمه داون باذن الله باذن الله. كل النجوم معاك وكل الصالات وكل خبيرات التجميل والناس دي كلها بتجيب وقفه واحده. اكيد دي حاجه موجوده في الشعب السوداني كل سنه. اكيد والله مظبوط. هاي ندار تقول حاجه للناس؟ والله الحمد لله ربنا يخليكم. الناس تابعين وسال ربنا
قدير خليك قدام امين يا رب. اللهم امين. وبرتك وعافيتكم اللهم امين. وبرتك الحج عمره. اللهم حج وعمرة. امين. آمين. آمين. وصلنا عليك خير الله يخليك لي. اللهم ربنا امين. يخليك بخيتك. اللهم امين. ندعك عندي برتك عافية ستة ربنا يخليكم. اللهم امين. امين يا رب. لو قدام عنا. امين يا رب. ها بخيت ده يقول شنو الناس اللي بيشوفوك ديل؟ أدعو العافية. خلاص كده؟ تمام. نرحب بأبونا محمد الحسن اللي هو والد يونس، نرحب به ونديه مجال إنه يقول كلمة. تفضل يا أبوي. جزاكم الله. الله يكرمك. جزاكم الله كل خير. إن شاء الله عملكم اللي بتعملوه ده كله ربنا يجعله لكم في ميزان حسنات. آمين يا رب وإياك إن شاء الله. الناس ما ناس سهلين. أنا يونس ده تعبت معه تعب ما يعلم به الله. أول حاجة بريد الطرب. بتحبه الصراحة. الطرب ده شفته؟ أنا بمشي معاه الحفلة بيرقص يا من يطرش. والله صحيح؟ يرقص يا من يطرش. أقول جنبه يرجع لا يرقص في الصيوان والله متجدع يا من وشيل ودوه البيت. الحفلة محل ما تبقى يمشي له. أنا بوسط الناس الزول ربنا يكرمه ببركة زي دي يطول باله عليه. ما يكبتهم. يطول باله عليه. مظبوط. الشيء الدائرة كلها يسويها له. أي طلب يطلبه يحمل اللي بده ربنا بيفتح عليه وشبت في طريقه ما في. بإذن الله. وأنتم إن شاء الله ربنا يوفقكم ويقدركم على كل عمل خير. دي الرسالة لكل الأسر. كل الأسر ربنا أكرمهم بجنة زي ده ما يسعد منه، ما أخلاقه تضيق، ما يقول له يا أخي قوم ما تاكل، هم تحبوا لك الطبخ ما تاكل كفاء الله يهزاك ولا لك ما عندك شغلة دي ما جاية. ما بتنفع. أي. ما بتنفع. الحمد لله حسي من الله في شغلة بيشتغلها معانا. أي شيء. يساعد بأي شيء. يروح الفرن يجيب العيش يجيب اللبن قاعد مع أخته في عبرة. أي شيء دايرة بيجيب له. والحلة كلها بتحبه. ربنا يحفظ لك إن شاء الله ويحفظ لك يا أبويا. الله يكرمك. في الختام نشكر أخونا يونس وأختنا بخيتة ونتمنى لهم حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. وإن شاء الله بالمال والعيال. قول آمين. آمين. يلا. السلام عليكم.